السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى تكونوا بخير، نتمنى الفيديو ديالي يكون في أحسن الأحوال. اليوم في هذا الفيديو غادي نقدم لكم كريم طبيعي بمكونات طبيعية، كولاجين طبيعي لنضارة البشرة. هذا الكريم هذا تيحد من التجاعيد وكيحارب الخطوط الرفيعة. كذلك هذا الكريم كيفتح البشرة واحد التفتيح فوري وكيعطيك واحد النضارة واحد الإشراقة. هذا الكريم هذا غادي إن شاء الله غادي نحضروا لكم بذور الكتان وبذور الشيا وكذلك بقشور الليمون. صراحة البنات هذا الكريم راه رائع، جربوه، ممتاز للبشرة، غيعطيكم واحد النتائج هائلة مع المداومة. قبل ما نبدا الفيديو، إلا عجبكم الفيديو خليو لي واحد اللايك وواحد التعليق وانضموا للقناة ديالي بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد. إذا على بركة الله غادي نبداو الوصفة ديالنا اللي غادي نحتاجو فيها قشور البرتقال. كما كتشوفوا أنا شديت قشور البرتقال وعملت على التجفيف ديالها. ممكن أنك تقومي بالتجفيف ديالها في الفرن أو بطريقة طبيعية أنك تخليها تحت الشمس واحد المدة. أنا خليتها تحت الشمس واحد الفترة تقريبا نهار كامل وعطاتني هاد النتيجة هادي. كما كتعرفوا أن قشور البرتقال لها فوائد مذهلة للبشرة، فهي غنية بمضادات الأكسدة والفيتامين سي. قشور البرتقال كتعمل على تنظيف البشرة من الدهون والأوساخ وكتساعد على تفتيح البشرة وكتجعل البشرة أكثر إشراق وجمال. وغنحتاجو كذلك في هاد الوصفة ديالنا بذور الكتان اللي كتحتوي على الأوميغا 3 وكتحتوي كذلك على مضادات الأكسدة اللي كتساعد في شد الجلد ومنع ترهل الجلد. كما أن بذور الكتان تحتوي على أحماض دهنية كتحافظ لينا على تغذية البشرة وترطيبها. تعزز بذور الكتان الكولاجين الطبيعي، فهي تحارب التجاعيد والخطوط الرقيقة وكتجعل البشرة أكثر نضارة وإشراق. نحتاج كذلك بذور الشيا. بذور الشيا مصدر غني بمضادات الأكسدة والفيتامين أو، كتساعد على حماية البشرة، كتمنع ظهور التجاعيد وعلامات تقدم السن. بذور الشيا تساعد على ترطيب البشرة، كما أنها تعمل الأحماض الدهنية على تهدئة وتخفيف الالتهابات في البشرة. غنية بالفيتامين أو والفيتامين سي، تنظف البشرة حيث تساهم في إزالة الزيوت والشوائب العالقة في مسامات البشرة دون التخلص من الزيوت الطبيعية المفيدة للبشرة. إذا بسم الله غادي نبداو. أولا غادي نقوم بطحن قشور البرتقال. كما كتشوفوا أنا طحنت قشور البرتقال، وهاد القشور ديال البرتقال راه يمكن ما نستعملوها في وصفات أخرى من غير هاد الوصفة هادي اللي غادي نقدم لكم اليوم. قشور البرتقال كنطحنها نخبيها في واحد، تحتفظ بها في واحد القنينة جافة وكنبقى نستعملها في الوصفات. ممكن نستعملوها كسكراب، ممكن نستعملوها كماسكات للوجه وكتونر. إذا غناخد ملعقة من بذور الشيا وملعقة من بذور الكتان، وغادي نقوم كذلك بالطحن ديالهم. إذا غنطحنهم وغادي نرجع ليكم. من بعد ما طحنت قشر البرتقال وطحنت ملعقة من بذور الكتان وبذور الشيا، غادي ناخدو واحد القنينة تكون معقمة. طريقة تعقيمها سهلة، كتاخدو قنينة كتوضعوها في الماء مغلي. من بعد تنشفوها مزيان حتى كتولي جافة وكتحضروا فيها الوصفات ديالكم. إذا غادي ناخد قنينة وغادي نوضع فيها ملعقة من قشور البرتقال وملعقة من بذور الكتان وملعقة كذلك من بذور الشيا المطحونة. المكونات اللي في الوصفة لها فوائد عظيمة جدًا على البشرة. هاد المكونات اللي غادي نحضروا بها اليوم الكريم ديالنا كلها تعمل على تفتيح فوري للبشرة، كذلك تعمل على محاربة التجاعيد والخطوط الرقيقة اللي كتكون على البشرة ديالنا. كذلك هاد الكريم اللي غادي نقدم لكم اليوم فهو آمن، يمكن توضعوه على المنطقة حول العين اللي كتكون فيها طبعًا التجاعيد والخطوط الرقيقة. نضيف كل هاد المكونات، نضيف ليها ماء مغلي. كنخلط جيدًا المكونات وغادي نخلطها مزيان باش تجانس ليا، ثم غادي نغطيها لمدة ساعة باش تطلق لينا ديك الزيوت ودوك الفوائد ديالها، ديال هاد المكونات هادي. من بعد ما خليت هاد المكونات لمدة ساعة غادي نعملو على التصفية ديالها. إذا غادي نقوم بتصفية المكونات ونرجع ليكم. كما كتشوفوا أنا صفيت المكونات وهانتوما كتشوفوا النتيجة. إذا الشكل ديال المحلول اللي حصلنا عليه أو التونر اللي حصلنا عليه، كما كتشوفوا راه دابا فيه جميع المكونات المفيدة والفوائد المفيدة اللي تلقاتها لينا قشور البرتقال وبذور الكتان وبذور الشيا.
إذا دابا شنو غادي نعملو، غادي ناخد هاد التونر هذا أو هاد المحلول وغادي نقسمو على جوج، غادي ناخد واحد الكمية اللي غادي نحضّر بها الكريم والكمية الأخرى غادي نحضّر بها التونر. إذا غادي ناخد كمية من المحلول غادي نوضعو في إناء اللي غادي نوضعو فوق النار وغنضيف ليه ملعقة من النشا. نتوما كتعرفوا أن النشا راه ممتازة للبشرة، مرطب هائل للبشرة، مفتح ممتاز للبشرة. إذا غادي نخلّط مزيان المكونات على البارد باش ما تكوّنش ليا هادوك الحبيبات، ومن بعد غادي نضيف واحد الملعقة كبيرة ديال ماء ورد. ماء ورد راه ممتاز للبشرة، ما كيخدعنيش في الوصفات ديالي لأنه صراحةً مرطّب ومفتح للبشرة، كذلك كيساعد على سد المسامات الواسعة. إذا غادي نوضع هاد المكونات على نار هادئة وغادي نخلّيها حتى تعطيني واحد الخليط كريمي. إذا هانتوما البنات كما كتشوفوا الوصفة ديالي ها هي جاهزة. هنا خديت داك الخليط الكريمي ووضعته في واحد العلبة اللي غنحتفظ بها إن شاء الله في الثلاجة لمدة تقريبا أسبوعين. كل وصفة كنديرها إما كنخليها مدة 15 يوم وممكن أنني نخليها غير أسبوع واحد فقط. ودائما هاد الكريمات اللي كتستعملوا بقاو تحتفظوا بهم في الثلاجة. إذا كما كتشوفوا الكريم جاهز عندنا. بالنسبة للبنات اللي كيبغيو يضيفوا بعض الزيوت المفضلة اللي كتناسب البشرة ديالهم ماشي مشكل، ممكن أن هاد الكريم هذا تضيفي ليه زيت زوج الهند أو زيت اللوز الحلو، أي زيت كيلائم البشرة ديالك ممكن تضيفيه لهاد الكريم هذا. أنا شخصيًا كنفضّل هاد الكريم هذا نستعملو طبيعيًا هكذا بهاد المكونات اللي أنا ضفت ليه. إذًا طريقة الاستعمال لهذا الكريم هذا سهلة. ممكن أنكِ هذا الكريم تستعمليه ككريم يومي، تستعمليه في الصباح وتستعمليه في المساء، كتوضعيه على البشرة ديالك والعنق ديالك وكذلك اليدين ديالك. راه هو صراحةً ممتاز في الترطيب، وكذلك كما قلت لكم هذا الكريم كيعمل على شد الجلد ومحاربة الترهلات والخطوط الرقيقة والتجاعيد اللي كتكون على الوجه ديالنا وعلى الرقبة ديالنا، وكذلك حتى التجاعيد اللي كتكون على اليد ديالنا. صراحةً راه غزال البنات، غير استعملوه وجربوه، داوموا عليه يوميًا، يوميًا على بشرة نظيفة. بغيتوا تستعملوه في الصباح أو في المساء لكم الاختيار، والنتيجة راه كتكون مع الوقت راه كتكون واحد النتيجة رائعة. ندوزو للتونر ديالنا. كما كتشوفوا أنا خديت واحد الكمية من المحلول واستعملته كتونر. تونر ديال قشور الليمون والشيا وبذور الكتان راه كيتعتبر من أروع الوصفات اللي كتعمل على نضارة وإشراقة البشرة. طريقة استعمال التونر سهلة. دائما التونر يستعمل على بشرة نظيفة. نظفي البشرة ديالك وكتستعملي كذلك من بعد سكراب مقشر. من بعد المقشر اللي كتستعمليه على البشرة ديالك كتستعملي التونر. إذا دائمًا التونر كيستعمل على بشرة نظيفة. طريقة الاستعمال أنك تستعمليه يوميًا على البشرة ديالك باش يعطيك النتيجة أفضل. وأنا كنفضّل دائمًا نستعمل التونر في الليل ملي كنغسل البشرة ديالي وكنضفها مزيان، كنستعمل التونر وكنبات به حتى للصباح، كيعطي واحد النتيجة زوينة. كنتمنى البنات هاد الفيديو هاد الوصفة هادي تكون نالت الإعجاب ديالكم. ما تردوش أنكم تستعملوها وتوجدوها ديروها على البشرة ديالكم لأنها صراحةً كتعطي واحد النتيجة زوينة. شكرًا على المشاهدة، انتظروني إن شاء الله في وصفة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.